إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اسمع يا أخي العزيز، نحن نخلق لا نعرف شيئا ولا ندري شيئا، كما قيل فأنه من قال أدري لن يدري ولن يدري، ومن قال لست أدري علمه الله ما لا يدري. كلما قيل لنا نصدقه أو نكذب فيه أحيانا. كنا صغارا يا أخي العزيز وهذا حال الناس، وكلنا كنا صغارا وهذا حالنا بين الناس، لكننا حينما في الحقيقة صرنا نستفسر الأمور ونعرفها على ما تجري وعلى ما تمور في الحقيقة يا أخي العزيز، وخصوصا أنه في الحقيقة إذا ما ظهر بيان العلم من مجهول الجهالة وما يجهل دون ذلك، في الحقيقة صرنا هناك أمورا في الحقيقة نستنكرها بالعقل والحكمة ولا نتقبلها ولا نحتملها بالبتة يا أخي العزيز. إنما نحن بين الناس كلما قيل بين الناس نسمعه، فمنا من يقبل على ذلك ومنا من يستنكر ذلك. هذا هو حال الناس بين الناس يا أخي العزيز. إنما في الأمور الربانية في الحقيقة نعوذ بالله من الافتراء والزيادة والنقصان والاختلاف والتخليد، وهذه هي الأمور التي حصلت بين الناس وخصوصا في هذه الأمة من أمة العرب والإسلام، حتى صاروا بينهم في خناق وصاروا في حرب بينهم كما ترى وكما تعلم. اعلم يا أخي أو لا تعلم، أما بلاد العجم فإني لا أتكلم عنهم دائما أبدا، لأنني قد أدركت حقيقة هم سبقوا في إدراكها أو سبقت إلى دهني في الحقيقة عما سبق من أمور مرت في تاريخ البشر. أولئك الناس قد استفادوا في الحقيقة من تاريخ تحريف كتبهم وصاروا على علم يا أخي، وصاروا في الحقيقة لا أقول كلهم، إنما النابغون منهم والداركون والذين اكتشفت لهم أمور بالنور، ولولا ذاك النور الذي في الحقيقة دلهم على ذلك الطريق لهذا النور لما بلغوا ذاك النور، وليس النور إلا لضارئ النور. لو موند لا ليمير، عالم النور الحقيقي. اسمع يا أخي العزيز، من خزعبلات الكلام ما سألتني عنه البارحة. كلنا نسمع هذا الكلام، لكنه في الحقيقة لا أصل له من الحقيقة، إلا إذا رسخه الله في سر أو خفاء كما قلت لك في رؤوس أناس بين الناس. لكن الله عز وجل حاشا ومعاذ الله، دائما الله قد أظهر الأمور على بيان، وما خبأ شيئا وما أخفى شيئا مما صار على محجة بيضاء بين الناس. إذا في الحقيقة منذ ما ظهر ما قيل عنه مسيلمة الكذاب في زمان ما إن مات رسول الله إلا ظهر هذا الكذاب بين الناس يقول أنه هو المهدي المنتظر، صار التاريخ منذ ذاك الزمان والناس تتداول بعد كل أونة وأخرى. هناك من يظهر بين الناس في جيل من الأجيال أو في مكان من الأماكن يقول أنه هو المهدي المنتظر، حتى أنه قد حصل هذا في زماننا الحديث وأنت على علم بهذه الأمور. فمرة كنت معك في نادي الموظفين وظهر أحدا على الشاشة فقلت إنه يقول أنه المهدي المنتظر في قومه باليمن أو بغير ذلك من بلاد الله، والله أعلم، وأنت تشهد على هذا. إذن يا أخي العزيز، نحن مع القرآن، كلما قاله القرآن وأكده القرآن، وكل ما حته القرآن وعلمه القرآن. أما ما دون ذلك فما هو إلا افتراء وزيادة ونقصان، عافانا الله من ذلك ولا حافانا لكي لا نقع في الشرك، لأن الله يغفر الذنوب جميعا إلا أن يشرك به. إذا الأخ العزيز، إذا رجعت إلى المراجع الأصلية وهي من كلام الله عز وجل بكتابه بالآيات البينات على بيان وبلاغ مبين، والله لسوف تجد كل شيء خالص. أما إذا سمعت ما دون ذلك وخارج هذا المرجع ودونه
ودون حدوده، والله ماذا أقول؟ ستجد كل ذلك في الحقيقة اصطناعات واصطلاحيات في الحقيقة لا أصل لها من الحقائق، وما صارت بذلك إلا لأفسد المفاسد على الأرض، وما فسد ضمائر الناس وأفكارهم، وما فسد عقائدهم، ولربما أخرجهم عن الملة، والله أعلم. إذا أخي العزيز، إني أقول ما أعرف وما أفهم على قدر معرفتي وفهمي وعلى قدر علمي، أما ما دون ذلك فلا علم لي به. كلنا نسمع هذه الترهات من الكلام، لكنه في الحقيقة لا أصل لها من الحقيقة، لا دليل ولا قاطع. دائما الشك والريب، ودائما النعت والمنعوت والجار والمجرور، وعلى غير طريق صائب، وعلى غير طريق صحيح، وعلى غير طريقة سليمة. إذا أخي العزيز، نحن مع الله، ننتظر الله على ما علمنا الله، والله أعلم. حيينا أم متنا فنحن على هذه العقيدة كما هي، وكما هي من سلامة هذه الرسالة السلموتية من سلام رب العالمين وفيوضات رحمته، والبقية لله تعالى، والله أعلم. إذا أخي العزيز، دائما على الإنسان التدبر في الأحكام الشرعية، التي كما قلنا الشريعة ما هي إلا جزء صغير وبسيط من الحقيقة، أما الحقيقة فهي شيء آخر، والله لن تبلغه ولن تسمو له، مهما كانت مهما كانت أنواع الخلائق إلا ما شاء الله من ذلك. وليس السمو في آخر المطاف إلا لقرار واستقرار بين يدي الله، يجعل لك المقام المعلوم بين يديه، وأنت لا شيء ثم لا شيء ثم لا شيء تكون أمام هذه الحقيقة. أولم يرى الإنسان أن خلقناه من قبل ولم يك شيئا؟ فكيف للإنسان أن يدري أمورا، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، يدري أمورا أو يدخلها أو يزيد أو ينقص فيها، وهي في الحقيقة بعيدة كل البعد عن الحق والحقيقة، وما أعلنه الله بلسان الحق. إذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقول الرسول صادق مصدوق صلوات الله عليه وسلامه، أنه لا رسولا بيني وبين عيسى ولا رسولا بعدي، فإذا ظهر بينكم أو بين غيركم من الناس ولو في أي مكان وزمان، في الحقيقة بالدليل والبرهان أنه ما ظهر رجلا في الحقيقة، لا بالطويل ولا بالقصير، رجل سماري اللون، أخذ بين البياض والحمرة، هو سوداء العينين، شعره كأنه دائما مبلل بالماء في الحقيقة، وكثير من هذه الأوصاف في الحقيقة. فقالوا كيف نعرفه يا رسول الله؟ قال لربما لا تعرفوه، لرب قد يجعله الله في صلب أحد من رجالكم فيحيا بين ظهرانيكم وأنتم لا تعلمون. فقالوا حتى نحن يا رسول الله؟ قال أنتم أو غيركم، فإنه أمر الله متى قال له كن فيكون. إذا أخي العزيز، هذه الأمور تبقى غيبية، لا أحد يقدر على الاطلاع على أسرارها وخفاياها وترتيبات رب العالمين فيها، فسبحان العلي القدير، وإنا لله وإنا إليه راجعون، ولا علم لنا إلا ما علمنا وهو العليم الحكيم. زادنا وزادكم الله من العلم الصحيح والعلم الصواب والعلم الحق، وعافانا وعافاكم مما يوقع بالناس في الشرك والشرك، ويوقع بهم ماذا أقول في الخوض وفي الخلاف والاختلاف، حتى يؤدي ذلك إلى عداوة الله ورسوله وعداوة الملائكة، منهم جبرائيل عليه السلام وميكائيل، كما ذكر الله عز وجل في كثير من الأحوال لهذه الأحوال. ونعوذ بالله أن نتعدى حدودنا في ولاية الله، ولله الولاية جميعا، ولا نقع في الزيادة والنقصان، لكي لا يكون علينا وزرا على وزر، أو أوزارا على أوزار، وأثقالا على أثقال. والحمد لله رب العالمين، آمين آمين. وإن براؤون مما نسمع، ونحن ما خلقنا إلا لا نعرف شيئا، ومثلنا مثل الناس، سمعنا ما قالوا، لكن رب منا من تقبل ذلك ومنا من استنكر لذلك. أما الصحيح الصحيح والمرجع الأصلي الأصيل فذلك هو الرفيع، ونعم بالله الكريم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى اللقاء إن شاء الله. أخي أحمد، مع السلامة. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم
بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم